بدأت تقدم نفسها للمجتمع على إنها معالجة روحانية بتعالج بالعلم والكتاب بعيدا عن الدجل والخرافات. ولأن جوزها زي ما قلنا معارفه كانت كبيرة جدا، فده خلاها في وقت قصير قدرت تبني قاعدة جماهيرية بين الناس، والوسط اللي اتشهرت فيه كان من صفوة المجتمع، رجال أعمال ومشاهير وكمان مسؤولين كبار في البلد. كلهم بقى عارفين منى وبقى يروحوا لحد عندها عشان تحل مشاكلهم، اللي يقول لها ان في منافس ليه او مسؤول كبير مثلا مضايقه، وبعدها بايام تلاقي المنافس او المسؤول ده جاله مرض ملوش اي علاج، او انه عمل حادثه وتوفى في ظروف غامضه. ومش محتاج أكد على حضراتكم إن اللي بينفع وبيضر هو ربنا سبحانه وتعالى، وإننا مجرد أسباب. وده اللي خلى منى ليها مصداقية أكتر وزود شهرتها، وفي نفس الوقت وصلت لمكانة كبيرة في عالم الجن، لأنهم كانوا بيطلبوا منها قرابين كتير. أحيانا كانوا بيطلبوا منها حيوانات زي القطط مثلا، وأحيانا كانوا بيطلبوا منها أطفال. الموضوع كان بيتطور ووصل لدرجة إنهم بدأوا يطلبوا منها ناس كبيرة. منى لوحدها علت معدل الحوادث والاختفاء لنسبة كبيرة في الوقت ده. الشرطة لاحظت إن في حالات وفاة كتير جدا، وكلها تقريبا ملهاش أي تفسير، ده غير حالات الاختفاء الغريبة واللي ساعات بتطول رجال أعمال ومسؤولين كبار في البلد. والغريب إن كل الحوادث دي ملهاش أي تفسير وكلها ضد مجهول. لما تلاقي 2 مسؤولين بيتنافسوا على الترشح لمنصب معين وفجأة واحد فيهم يتوفى أو يختفي، والمفاجأة إن كل ده بيكون من تخطيط وتنفيذ منى فندي. منى بقى ليها كلمة ونفوذ حتى على مسؤولين كبار في البلد، لأنهم كانوا بيستعينوا بيها ويطلبوا منها إنها تنفذ لهم طلباتهم. الغريب إزاي واحدة كان كل حلمها هو الفن والشهرة تتحول التحول ده، وتقريبا الحلم الوحيد اللي حققته هو الشهرة، بس بقت مشهورة بالعلاج الروحاني في الظاهر وفي الباطن بالدجل والسحر. محمد جوزها كان بيساعدها في كل حاجة بتعملها، وكان معاهم مساعد تاني اسمه جوريمي حسن، تقدروا تقولوا انه الخادم المخلص بتاعهم. وفي يوم من ايام سنة 1993 حصلت الحاجة اللي القدر كشف بيها كل اسرارهم. في الوقت ده كان في شخصية مشهورة في البلد على المستوى السياسي، والراجل ده كان اسمه مزلان إدريس. مزلان كان عايز يترشح لرئاسة الجمهورية، وفي نفس الوقت كان نازل قدامه مرشح قوي جدا وليه شعبية وكل الناس حواليه، بس مزلان كان خايف انه يخسر قدامه، وطبعا في الوقت ده مفيش حد يقدر ينقذه الا هي. قرر انه يلجأ لمنى علشان تساعده. راح لحد عندها وعرض عليها انه يدفع كل اللي تطلبه في مقابل طلب واحد بس، انه يفوز في الانتخابات بكرسي الرئاسة. طبعا بالنسبة لمنى دي فرصة العمر، فاستغلت الموقف وطلبت منه مبلغ كبير جدا في التوقيت ده، واللي وصلت قيمته ل2.5 مليون. دفع 500 ألف وملكية 10 أراضي قيمتها 2 مليون. تم الاتفاق